السلام عليكم. اليوم بالحلقة الثانية من سلسلة من الصفر. فريقنا الآن في الدوري المبتدئين. هدفنا في هذا الفيديو أن نصعد إلى القسم الرابع وثم إلى القسم الثالث ونطور الملعب أيضا. فريقنا الآن في المركز السابع بعد مرور 10 جولات. الجولة 11 تنتهي بفوز فريقنا بنتيجة 2-0. فريقنا الآن في المركز الخامس، ومباراتنا القادمة خارج ملعبنا ضد المتصدر سوف تكون صعبة جدا. لكن قبل أن نبدأ المباراة دعنا نطور ملعبنا. سعة الملعب الآن 16,000، وبعد تطويره أصبحت سعة الملعب 23,000. الجولة 11 الهجمة الأولى لفريقنا عن طريق كومان، لكن مع الأسف يضيعها. الفرصة الثانية لكومان أيضا، لكن هذه المرة يسجلها ليتقدم فريقنا بل نتيجة 1-0. الهدف الثاني عن طريق كومان، الهدف الثالث والهاتريك من كومان، الرابع والسوبر هاتريك من كومان، الهدف الخامس وميكا هاتريك من كومان. الدقيقة 90 وفي الوقت البدلي الضائع يقرر كومان أن يضيف الهدف السادس والدبل هاتريك له، وتنتهي المباراة بفوز فريقنا بنتيجة 6-0. فريقنا الآن في المركز الثالث على بعد نقطة عن المركز الثاني ونقطتين عن المتصدر. الجولة 13 الهدف الأول عن طريق كومان، الهدف الثاني عن طريق دين هولم، الثاني عن طريق كومان. شني من فريق هذا، بس كومان جاي يلعب. الهدف الرابع والهاتريك من كومان، الخامس والسوبر هاتريك من كومان. انتهت المباراة بفوز فريقنا بنتيجة 5-0. ترتيب الدوري بعد الجولة 13، حيث أنه يتواجد فريقنا في المركز الثاني بفارق نقطة عن المتصدر. الجولة 14 تنتهي بفوز فريقنا بنتيجة 2-0 بصعوبة، حيث جاء الهدفين في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، وقد جاء الهدف الأول في الدقيقة 88 وجاء الهدف الثاني في الوقت البدلي الضائع. هذا هو ترتيب الدوري قبل الجولة الأخيرة. فريقنا في المركز الأول. الجولة 15 والأخيرة، هدف الأول عن طريق دونهيلم، الثاني عن طريق كومان، الثالث عن طريق دياتا، دياتا حاول أن يسجل الهدف الرابع، لكن مع الأسف ضربت الكرة بالعارضة. انتهت المباراة بفوزنا، بل مباراة 3-0 وفوزنا في لقب الدوري. لدينا مباراة ضد نجوم الدوري، انتهت بفوز فريقنا في نتيجة 1-0 وفوزنا في كأس قسم النجوم. فريقنا تأهل لقسم الرابع، لكن علينا أن نطور سعة الملعب إلى 25,000. سعة ملعبنا الآن 23,000، لذلك طورنا حتى أصبح سعته 27,000. الآن فريقنا في دوري قسم الرابع، لذلك كما عودناكم أن ننسحب من كم مباراة في بداية الدوري حتى نصعد أسرع إلى دوري الأساطير. هذا هو ترتيب الدوري بعد الجولة الرابعة وفريقنا في المركز الأخير. الجولة الخامسة، الهدف الأول عن طريق غارنر، الهدف الثاني عن طريق غارنر، الهدف الثالث والهاتريك من غارنر. انتهت المباراة بفوز فريقنا بنتيجة 3-0. هذا ترتيب الدوري بعد الجولة الخامسة. فريقنا في المركز الرابع عشر. الجولة السادسة، الهدف الأول عن طريق غارنر، الهدف الثاني عن طريق الديريت، الهدف الثالث عن طريق كاسيرا، الهدف الرابع والهاتريك من كاسيرا، الهدف الخامس من كومان،
انتهت المباراة بفوز فريقنا بنتيجة 5-0. هذا ترتيب الدوري بعد الجولة السادسة. فريقنا في المركز 12 ولدينا 6 نقاط. الجولة السابعة انتهت بتعادل السلبي. الجولة الثامنة فريقنا الآن في المركز 11 ب10 نقاط. الجولة التاسعة انتهت المباراة بفوز فريقنا بنتيجة 1-0. هذا ترتيب الدوري بعد الجولة التاسعة. فريقنا في المركز الثامن ب13 نقطة. الجولة العاشرة الهدف الأول عن طريق كاسيرا. انتهت المباراة فوزنا 1-0. هذا ترتيب الدوري بعد الجولة العاشرة. فريقنا في المركز السادس ب16 نقطة وعلى بعد من 3 نقاط من المتصدر. الجولة 11 انتهت المباراة بفوز فريقنا بنتيجة 5-0. هذا ترتيب الدوري بعد الجولة 11. الجولة 12 الهدف الأول عن طريق دنهولم. الهدف التعادل من الخصم. الهدف الثاني من الخصم. الهدف الثاني لفريقنا من كومان. الهدف الثالث من محمد صلاح. الهدف الرابع من كومان. تنتهي المباراة بفوز فريقنا بنتيجة 4-2. هذا هو ترتيب الدوري بعد الجولة 12. فريقنا في المركز الثالث برصيد 22 نقطة على بعد نقطتين من المتصدر. الجولة 13 انتهت بفوز فريقنا بنتيجة 1-0. الجولة 14 تنتهي بفوز فريقنا بنتيجة 2-0. هذا ترتيب الدوري قبل الجولة الأخيرة. فريقنا في المركز الثاني بنفس نقاط المركز الأول لكن بفارق الأهداف أقل من المركز الأول. الجولة 15 والأخيرة الهدف الأول من دياتا. الهدف الثاني من كومان. الهدف الثالث من كومان. انتهت المباراة بفوز فريقنا بنتيجة 3-0. لقد تأهلنا في المركز الثاني إلى القسم الثالث. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو. أطلب من عندكم لايك والاشتراك بالقناة. مع السلامة.